السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الجوزاء حبايب قلبي، صفوا النية كده، اتفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي أول مرة بيزوروا قناة أم أحمد، ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو حبايبي، وشيروا الفيديو حبايبي. ولازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا الله محمد رسول الله. مالكوا حاسين ان انتوا عايشين في دوامة مش عارفين تخرجوا منها، متضايقين، مخنوقين، في عندك مشاكل، حتى النوم مش عارف تنام من كتر التفكير، وساعات كتير بيكون عندكم صداع جامد. كمان في عندكم موضوع شغل بالكم، كمان عندكم في طاقة حسد قوية جدا، ودي مدخلاك في الدوامة. كمان انتوا مش حاسين، يعني زي ما بيقولوا كده، مش حاسين بنفسكم من كتر التعب. في منكم بيجيله وجع في جسمه، بتحس ان جسمك زي متدغدغ. في عندكم كمان ألم في رجليكم، في ظهركم، في كتافكم. طيب انت عندكم حسد قوي من حد من برج الأسد، وده بيبصلك في كل شيء، بيحسدك جامد. مش كمان بس الأسد، وكمان برج الثور. خلي بالكو، لو في حد من الأبراج دي قريبة منك خلي بالك. كمان انت حد عينيه وحشة قوي، حد بقى من أهلك في المكان اللي انت عايش فيه، في عندك حسد جامد جدا وعين وحشة قوي، والعين دي بقى بترصدك. في في حد كل ما تفكر تعمل حاجة بتحصل عندك عراقيل بالحاجة اللي انت عايز تعملها وبتلاقيها وقفت. في ناس منكم داخلة في الطاقة الثلاثية. كمان في حد الشريك هو في طاقة ثلاثية. في حاجة حصلت معاك وقفت دايرة حياتك، في حاجة كده وقفت لك دايرة حياتك. بس في عندك فلوس متأخرة عليك، انت عايز فلوس من حد والفلوس دي متأخرة، او حوالة متأخرة عليك. كمان في ناس منكم مقدمة على عمل ما قبلتش، في ناس منكم دخلت في مشروع وممشيش. كل ده بيحصل بسبب الحسد المعامل لك وقف الحال. في باب رزق هيتفتح لك قريب جدا. في عندك واحدة كده قاعدة فوق راسك، الست دي مرتبطة بيك او انت تعرفها، دي قاعدة كده فوق راسك. الست دي قريبة منك، قاعدة كده فوق دماغك، قاعدة لك على السقطة واللقطة. انتوا خلال الايام الجاية هتحسوا بفرحة قوية، هتحس ان في حاجة حلوة داخلة عليها، حاجة انتوا ما كنتوش مستنينا، دي حاجة تسعدكم، فرحة لبكم. ممكن رجوع زوج او حبيب، او يحصل عندكم ارتباط، لان انتوا عندكم في فرحة حلوة قوي جاية لكم ان شاء الله. كمان في ناس منكم بتحس ان هي مش قادرة تقوم تصلي، في سحر معمول، وده اللي بيخليك مش قادر تصلي. ساعات ما بتحبوش كمان تسمعوا القرآن، حتى لو انتوا صليتوا بتحسوا ان انتوا مفيش حاجة مساعداك، في حاجة كده متقلاك، في طاقة مش بتخليك تصلي. آه يعني ان انت مش حابب الصلاة ولا قراءة القرآن. حاولوا حبايبي تقروا سورة البقرة، وامسكوا ازاز مية قروها فيها سورة البقرة واشربوها. عندكم حرف الألف والهاء والسين وحرف الجيم وحرف الغين، دي شخصيات موجودة في حياتك.
في منكم زعلان مع اهله، في عندكم طاقة صلح. لو انتوا لسه زعلانين هيكون في صلح ليكوا الايام الجاية ان شاء الله. خلال الفترة الجاية هيكون في عندكم فجأة حلوة قوي. كمان في منكم مقدمين على سفر، في ناس منكم عايزة ترجع من السفر، في كمان منكم الفترة دي بقى في لا مبالاة، مدين ظهركم لحاجات كتيرة قوي. وفي كمان منكم انتوا بتروحوا للشيوخ، بتدوروا على حد يعالجكوا. انت عندكم في وقف حال. وقف الحال اللي عندكم ده احتمال بسبب الحسد والعين، وممكن كمان سحر معمول لكم بوقف الحال. كمان انتوا عندكم في مشاكل مع الازواج، في نفور، ما بقوش طايقين بعض، في منكم كده مش طايق الشخص اللي معاه، في حد قريب منك مزعلك وانت صعبان عليك نفسك، في اتنين ستات نفسهم كده يولعوا فيك. الفترة دي في كلام داير حواليك، انت كمان بتخرج حد من حياتك او هتخرج حد من حياتك، بتطلع حد من حياتك. كمان في سكة مفتوحة ليك، في سكة مفتوحة ليك وانت مش عايز تمشي في السكة دي، او مش عايز تاخد خطوة في السكة دي. عايزاك تاخد الخطوة لان اللي جاي هيكون في خير ليك. الفترة دي في منكو في عندكم شوية امور متلخبطة والدنيا مش ماشية، في بعض العكوسات، في حاجات بتمشي معاك عكس ما انت عايزها. انت كمان عامل زي ما يكون في صراع، صراع في شغل، صراع مع اهلك، مش مرتاح. انت كمان الفترة الجاية دي انت هتمشي في طريق، والطريق ده ان شاء الله هيكون طريق الخير والتوفيق ليك. فيه توفيق ليك في بعض الامور، في توفيق ليك في بعض الامور اللي كانت متلخبطة معاك. انت الحمل عليك كتير وكل مدى الحمل بيزيد. في قلب حزين، ممكن تكون انت حزين على فراق حد. كمان انت واقف مع كل الناس اللي حواليك، انت مستني حد يقف جنبك ومش لاقي. انت شخص ذكي جدا، بتفهم كل حاجة كويس قوي وعارف ايه اللي بيحصل حواليك، بس انت شاكك في شخص معين، شاكك في حد، عندك حيرة بين قرارين. في حد اتخذل، اتخان، اتوجع. كمان في حد يقرب منك، الحد ده عايز يوجعك فاحذر منه. الشخص ده قريب منك، بيدي وعود ما بيعملهاش وبيقول كلام ما بينفذهوش. الشخص ده ممكن يكون بيلعب بيك، ابعد. وفي حد كمان بيراقبك، في حد بيراقبك وبيطلع عليك من كل الاتجاهات. الحد بيراقبك ده واحدة ست، الست دي بتراقبك جامد قوي. كمان في حد بيراقبك بنظرة تانية خالص، نظرة مختلفة. الشخص ده مستني منك ان انت تبادر بشيء. ممكن كمان الشخص ده مستني ياخد ان انت تاخد خطوة وبيراقبك من بعيد لبعيد. انت ما عندكش توازن في الامور، مش وازن امورك حلو. كمان انت جواك بركان من الغضب. في امور معينة واقفة في حياتك، في حاجة واقفة في حياتك، موقفة حياتك ومش عايزة تتفك. كمان انت قاعش مكان مش حلو، لان عتبتها مش حلوة، طاقته مش حلوة، طاقة سلبية في المكان اللي انت فيه، في طاقة وحشة قوي. انت كمان انت بتبكي كتير، بتبكي كتير على حد
الحاجة اللي موقفة دايرة حياتك ديت، انت قلتلكوا انتوا قاعدين في مكان مش حلو، المكان ده طاقة فيه سلبية قوي، المكان اللي انت عايش فيه طاقة مش حلوة. انت بلاش البكاء اللي انت بتبكي على حد هو مش حاسس بيك اصلا ولا شايفك. انت عندك باب مفتوح وهيجيلك من وراه الخير والرزق. لما يجيلك الخير والرزق ده ليك، ده في